أصعب أنواع الوجع مش الكلام القاسي، هو السكوت المفاجئ. لما الشخص اللي بتحبه يقرر فجأة إنه يختفي، ما يردش على رسايلك ولا يرد على مكالماتك ويحسسك إنك زي الهوا، ده في علم النفس اسمه الصمت العقابي. هو مش بيسكت عشان زعلان، هو بيسكت عشان يذلك ويخليك تجري وراه وتعتذر عن حاجات انت ما عملتهاش. النهاردة هقولك ازاي تقلب الطاولة عليه، وازاي تخلي صمته ده يتقلب عليه. الفيديو ده هو كتالوج القوة والكرامة. هنتكلم على أول حاجة، فهم ألعاب العقل. هو ليه بيعمل كده؟ الشخص اللي بيستخدم الصمت العقابي ده يا جماعة غالبا بيكون شخص نرجسي وبيحب السيطرة. هو عايز يحس إنه محور الكون وإنك أنت تابع ليه. السكوت بتاعه ده رسالة بيقولك بيها أنا اللي حدد إمتى نتكلم وإمتى نسكت. أول خطوة في النجاة هي إنك تفهم إن ده تلاعب مش حق، وإن المشكلة فيه هو وفي نقصه، مش فيك أنت أبدا. المحطة التانية هنتكلم على قاعدة عدم الرد. أكبر غلطة بتقعوا فيها هو إنكم بتفضلوا تبعتوا 100 رسالة وتتصلوا 50 مرة وتفضلوا تقولوا له رد عليا، أنا عملت إيه؟ في حاجة زعلتك مني؟ أنا عمالة أفكر مش عارف إيه ممكن أكون عملته عشان يزعلك مني. ليه كل ده؟ أنت كده بتديله اللي هو عايزه بالظبط، بتغذي غروره. القاعدة الذهبية اللي لازم تعملها، لما يختفي اختفي أنت كمان. هو لما يحس إن سكوته مخوفكش وإنك مكمل حياتك عادي جدا، هيبدأ يتجنن ويشك في قدرته على التأثير عليك. المحطة التالتة، الاستمتاع بالحياة. دي رسالة يا جماعة غير مباشرة ليه في فترة صمته. بلاش تحط بوستات حزينة، انشر صور لنجاحك، لخروجك، لشغلك، لضحكتك مع أصحابك. لما يشوف إن عقابه ما جابش نتيجة وإنه مش هو اللي يحدد سعادتك، الصمت بتاعه ده بيتحول لخوف من فقدانك. انت هنا بتعيد برمجة العلاقة من جديد بينك وبينه، وبتقوله وجودك إضافة بس غيابك مش نهاية العالم. المحطة الرابعة، مواجهة العودة. ازاي بقى هتستقبله لما يقرر يرجع لك؟ طيب لما يقرر يرجع ويكلمك ولا كأن حاجة حصلت، بلاش تفتح معاه تحقيق وتعيط وتعاتب وليه انت كنت فين، انا افتكرتك زعلان مني. بالعكس، استقبله ببرود تام وأدب شديد. اهلا، ازيك، عامل ايه؟ معلش انا اسف، كنت مشغول جدا وما خدتش بالي ابدا ولا سألت عليك. الجملة دي هتموت المتلاعب، لانها بتهد فكرة انه كان شاغل بالك وتفكيرك طول المدة اللي كان سايبك فيها. المحطة الخامسة، رسم الحدود. المرحلة دي يا جماعة لازم تكون حازمة. رسم حدود من حديد. يعني ايه؟ يعني انا ما برفضش الزعل، بس برفض التجاهل. لو في مشكلة بينا نتكلم عادي بوضوح، لكن السكوت ده مش هيتكرر تاني لان وقتي واهتمامي غاليين. هو كده يعرف ايه؟ هو بكده هيعرف ان سلاحه في شنك، خلاص مش هيستخدمه تاني ابدا معاك. في النهاية يا جماعة أحب أقول لكم، اللي يحاول يكسرك بالصمت اكسره بالاستغناء. كرامتك هي أغلى ما تملك. قولولي في التعليقات، هل اتعرضت قبل كده للصمت العقابي؟ واتصرفتي ازاي؟ أنا سيلا، أشوفكم على خير بكل حب وسكينة. شكرا.